ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهارده مهم جدا ومن الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، فيديو المقارنات بين البرودكتس اللي موجوده في السوق وايه احسن نوع وايه اسوأ نوع. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اولى علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك نوتيفيكيشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. فيديو النهارده هتكلم على انواع الهيالورونيك اسيد اللي موجوده في السوق المصري. تقريبا يعني انا استخدمت معظمها ولازم اقول لكم رايي فيها. طبعا احنا عارفين الهيالورونيك اسيد دي خطوه مهمه جدا، انا بالنسبه لي بعتبرها خطوه اساسيه بعد ما بغسل وشي بالكلينزر، لانها فعلا بتعمل بلومينج للبشره، بتحتفظ بالميه جوه البشره والترطيب اللي جواها. دي بالنسبه لي خطوه اساسيه جدا. اول نوع هبدا بيه، انا هبتدي بالانواع اللي هي يعني من الاقل للاعلى. اول نوع اللي هو دكتور راشيل، وده كميته بصوا كبيره جدا، هو يعتبر اكتر كميه هيالورونيك اسيد موجوده في السوق. يعني دكتور راشيل كميته 100 ملي، اكبر كميه موجوده في كل الانواع. سعره 139 جنيه، سعره رخيص جدا بالمقارنه ببقيه الانواع، فهو كسعره ككميه حلو. نيجي بقى لقوامه على البشره. بصوا يعني مش خفيف قوي زي الميه ومش تقيل قوي، قوام متوسط. بصوا البشره بتمتصه بسرعه جدا، بيعمل جلو للبشره حلو. يعني بعدها بدقيقتين كده بعد ما بتحطيه الجلو بيفضل موجود، بس تحسي بشرتك ناشفه جدا، ان هو لازم على طول تحطي وراه الكريم المرطب. ما ينفعش تحطيه وحده كده وتعتمدي عليه ان هو كده بيرطب. احنا عارفين ان الهيالورونيك اسيد مش بيرطب اصلا يا جماعه، بس في انواع يعني عادي ممكن تحطي ما تحسيش بالنشفان في بشرتك، لكن ده بتحسي لا ان بشرتك ناشفه بعده، لان هو بيسحب كل الميه لجوه البشره، فلازم بعده كريم مرطب. اديله 7/10. بعد كده استخدمت، بصوا يا جماعه، ايفا منزله كذا حاجه بالهيالورونيك اسيد. فالهيالورونيك اسيد سيرم انا استخدمته قبل كده، بس العلبه بتاعته مش معايا دلوقتي، رميتها تقريبا. استخدمته من فتره كبيره جدا، يعني من اكتر من سنه او سنه ونص. ما عجبنيش خالص لان هو كان قوامه تقيل، ريحته كانت نفاذه جدا، يعني مش عارفه، في ريحه كده قويه، ريحه الدهايدز، ريحه كده زي ريحه الموز، مش عارفه، هي ريحه كانت قويه قوي، انا ما حبيتهاش. وكان بيخلي البشره ستيكي، طبعا جلوي وفي نفس الوقت كانت ستيكي، فما حبيتوش. هما بقى يعني منزلين كمان منه الجل، ده هيالورونيك اسيد داي جل، بيستخدم، المفروض مكتوب عليه داي جل، يعني يستخدم في النهار، هو عادي يستخدم في النهار او في الليل. ده بصوا قوامه، بصوا قوامه عامل ازاي، هو جل يعني مش سيرم، يعني قوامه تقيل اهو كده. بصوا هو انا بحطه از برايمر، يعني انا بستخدمه كبرايمر تحت الميك اب، لان هو ستيكي، بيخلي البشره بتلزق كده، فبحس ان هو كويس قوي للميك اب، ان هو بيحتفظ بالميك اب على البشره، وفي نفس الوقت بيدي زي ترطيب للبشره، فده استخدامه. لكن انا مش بستخدمه كسيرم احطه بعد الكلينزر، لا، يعني ده جل وتقيل، فما ينفعش استخدمه كبديل للهيالورونيك اسيد سيرم. بعد كده الهيالورونيك اسيد من انفينيتي، اللاين بتاعه هيالو كولاجين، وده تركيزه 2%. والمفروض يا جماعه ان الهيالورونيك اسيد بيتكتب عليه تركيزه طبعا، يعني بتاع دكتور راشيل وبتاع ايفا مش مكتوب عليه تركيزات خالص للهيالورونيك اسيد. ده كميته 30 ملي، ودي الكمية اللي هي الستاندرد او الموجودة عامة في السوق. لازم ارجه الاول قبل ما استخدمه، لان هو تحسوا ان هو ايمالشن كده ابيض. بصوا هو قرب يخلص فمش عارفة اهو، تحسوا كده هو لونه ابيض، مش لونه كلير، مش شفاف. و اهو ده كده قوامه، يعني متوسط، مش هنقول اتقل حاجه. كميته 30 ملي وسعره 390 جنيه. طبعا الاسعار بتقل او تزيد من مكان لمكان، عشان ما تقولوش انت قلتي السعر كذا،
ده السعر الشائع ليه يعني 390. طبعا ممكن تجيبيه في عروض على انفينيتي، الويب سايت بتاعهم بيعملوا عروض كتير قوي، فهيبقى احسن من ان انت تدفعي 390 فيه. مكوناته هيلورونيك اسيد، هيدرولايزد مارين كولاجين، يعني في كولاجين بحري، يحتوي كمان على اسكوربيك اسيد يعني عشان المفروض انه بيعمل تفتيح للبشرة، وفي مادة الالانتيون اللي هي بتعمل ترطيب وتنعيم للجلد، بتهدي اي التهابات موجودة. في كمان زيت الجوجوبا، هو طبعا بيعمل ترطيب للجلد وحلو، البشرة بتمتصه بسرعة وبيعمل جلو للبشرة، بس برضو مش بتحسي ان بشرتك مترطبة، لازم تحطي بعده كريم مرطب. كمان ليه عيب ان هو فيه فريجرانس، ففيه ريحة قوية، فيه عطر، فالناس اللي بشرتهم حساسة هيضايقهم، هيعمل لهم تهيج او هيعمل التهابات، فما انصحش بيه ابدا للناس اللي بشرتها حساسه او حاجز البشره عندها متضرر، هيضايقهم يعني ومش هيتبسطوا منه. مكتوب كمان عليه ان هو فيه UV فلترز SPF 30. مش عارفه اذا كان ده هيفرق معانا او لا طبعا، لان احنا كده كده بنحط الصن بلوك بتاعنا، واديله 7/10. بعد كده جربت الهيالورونيك اسيد بتاع ديرماتين، وفي ناس كتير طلبت مني ان انا اجرب السيرمز عامه بتاع الديرماتين، وانا اول حاجه جربتها منهم اللي هو الهيالورونيك اسيد. ده شكله اهو، كميته 30 مللي، سعره 250 جنيه، يعتبر يعني ارخص طبعا من انفينيتي. هو نفس تأثير انفينيتي برضو تحسوا ان هو مش شفاف، في لونه كده ابيض، وده كده القوام بتاعه برضو قوامه متوسط زي بتاع انفينيتي. هو مفهوش فريجرانس قوية، يعني في فريجرانس بس مش قوية قوي زي بتاع انفينيتي. مكوناته هيالورونيك اسيد، صوديوم هيالورونيت، الفا اربيوتين، نياسيناميد، لاكتيك اسيد، بروبيلين جلايكول، وزانثان جام اللي هو الصمغ العربي. تركيبه حلو جدا، مواد مرطبة، بس هم حاطين نياسيناميد مش عارفة ليه، يعني اكتيف انجريدينتس من الحاجات اللي مش لطيفة ان احنا يعني يحطوا حاجات اكتيف انجريدينتس مع حاجات مرطبة. مش محتاج تحط لي فيه نياسيناميد، لان هو اكيد نياسيناميد هيبقى تركيزه ضعيف جدا، الفا اربيوتين اكيد تركيزه ضعيف جدا، يعني مش هتعمل حاجه. يعني غير ان في ناس بشرتها بتتحسس من نياسيناميد، انا عايزه استخدم هيالورونيك اسيد كحاجه بتعمل لي بلامينج بس وتحفظ لي الترطيب بتاع البشره، ومش عايزه احط نياسيناميد. دي الحاجات اللي انا مش بحبها في الشركات، هو حاطط لك حاجات كتير قوي انا مش محتاجاها، انا محتاجه الهيالورونيك اسيد بس علشان يعمل لي تاثير يشيل الخطوط الرفيعه ويعمل لي امتلاء للبشره، بس انا مش محتاجه اكتر من كده. سعره طبعا يعتبر معقول. ستيل احنا عندنا ارخص حاجه دكتور راتشيل، وكسعر وككميه ده سعره في المتوسط، واديله برضو 7/10. بعد كده ستارفيل هيالورونيك اسيد، وده تركيزه 3%، ده اعلى من اللي اتكلمنا عليهم، وسعره 200 جنيه على الابليكيشنز، سعره على الويب سايت بتاعهم 250 جنيه، فسعره معقول جدا. كميته برضو 30 مللي زي الستاندرد. مكوناته كمان فيتامين B3 و B12، يعني برضو في برضو نياسيناميد مش عارفة ليه اهو. ده كده شكله، وده قوامه اهو، قوامه تقيل شوية عشان التركيز اعلى شوية، مفهوش فريجرانس، وده حاجة كويسة للبشرات الحساسة. كمان بيحتوي على هيدرولايزد هيالورونيك اسيد، يعني جزيئاته صغيرة فبتخترق الجلد، وزي ما قلت لكم في نياسيناميد، في كمان في تركيبه زانثان جام او الصمغ العربي، في جليسرين، يعني كلها مواد مرطبة للبشرة. لكن في برضو نياسيناميد زي ما قلت لكم على بتاع ديرماتين، يعني اللي حابب ان هو يستخدمه مش فارق معاه موضوع النياسيناميد. هو طبعا النياسيناميد ده حاجة كويسة، يعني بيخلي البشرة بتتحكم في افراز الدهون وبيفتح البشرة،
فهو اكتف انجريدينتس كويس، بس الناس اللي بتتحسس منه مش هينفع معاها انها تستخدم ستارفيل، لكن هو في العموم حلو وهو عجبني واديله 8/10. بعد كده الهيالورونيك اسيد من براند اسمه ريفوكس جاست، وده براند مش مصري، ده متصنع في اوروبا، مكتوب ان هو ترخيص في بلغاريا وفي UK. هو تركيزه اعلى تركيز موجود في السوق، اللي هو تركيزه 5%، فهو قوامه تقيل. انا بحترم اي حد بيحط السيرمز في ازاز غامقه، يعني لان اكيد الضوء اكيد بيأثر على المركبات الكيميائيه اللي موجوده في السيرم. فعايزه اوريكم قوامه اهو، بصوا قوامه تقيل ازاي، يعني بصوا تقيل جدا، يعني مش تقيل جدا اللي هو حاجه يعني مش صعب الامتصاص، لكن البشره بتمتصه بسرعه، وتحسوا كده في اول كام ثانيه كده ان هو ستيكي شويه، بيعمل تلزيق شويه، بس بعد كده خلاص بيروح الاحساس ده، وبيبقى الوش فيه جلو حلو جدا. هو كميته طبعا 30 مللي زي بقيه السيرمز، وسعره 310، يعني يعتبر في المتوسط، فسعره حلو جدا، تركيزه عالي جدا، وبيعمل بلومينج، وفعلا من الحاجات اللي عجبتني جدا جدا. تركيبه زي تركيب معظم الهيالورونيك اسيدز التانية، في صوديوم هيالورونات اللي هو الجزيئات الصغيرة، في بروبيلين جلايكول، في زانثان جام اللي هو الصمغ العربي، في B5 فيتامين B5 اللي هو بيعمل على ترطيب البشرة، وفي كمان مادة البانثينول، فكلها مواد مرطبة، ما فيهوش اكتيف انجريدينتس، ما فيهوش نياسيناميد. طبعا دي ميزة، انا شايفاها ان دي ميزة، انا بستخدمه كحاجة مرطبة وحاجة بتعمل لي بلومينج او امتلاء للبشرة بس، يعني مش اكتر من كده، وتركيزه طبعا عالي جدا، فاديله 10/10. بعد كده الاختراع ده من ديرما إل يا جماعة، اللي هو يعني اختراع بجد تحفة جدا جدا. ده بقى هيالورونيك ووتر مش سيرم، ده بيترش على البشرة سبراي، بصوا عامل زي، هو مية مش زي المية، هو مية بتترش على البشرة، فحلو جدا. بعد ما بتغسلي وشك بأي كلينزر بترشي كده على بشرتك، تديكي احساس حلو. اولا هو بيرطب البشره، وبيساعد كمان السيرمز اللي بتحطيها بعد كده البشره تمتصها بسرعه، يعني كانه بديل للاسنس والتونر، ان انت بتحطي ميه على وشك فيها هيالورونيك اسيد، فحلو جدا جدا. اكتر حاجه هستخدمها في الصيف كتير جدا، انت طول الوقت في الصيف عايزه ترطبي بشرتك، بتحسي ان بشرتك هي مش جفاف على قد ما انت عايزه حاجه تديكي احساس الانتعاش، وفي نفس الوقت فيها هيالورونيك اسيد اللي هي بتديكي الجلو للبشره والامتلاء. فبجد الاختراع ده حلو جدا. كميته 120 مللي، فكميته حلوه جدا، سعره 150 جنيه، سعره حلو جدا. مكوناته نفس مكونات بالظبط الهيالورونيك اسيد اللي اتكلمنا عنهم كلهم، في بروبيلين جلايكول، وطبعا هيالورونيك اسيد ده اساسي، وفي الوفيرا اكستراكت فده حلو جدا للترطيب، وفي بانثينول، في سنتيلا اسياتيكا كمان. سنتيلا اسياتيكا من الحاجات اللي بقت مهمه جدا في كل البرودكتس دلوقتي، علشان طبعا حاجز البشرة، فدي حاجة بقت مكون اساسي. كمان في مية ورد، ومية الورد دي من الحاجات اللي برضو حلوة جدا للبشرة، في انها بتهدي اي التهاب، اي بعد ما بترجعي من بره وبيبقى وشك ملتهب او سخن قوي من الشمس، بترشي كده، فحاجة منعشة بجد. البرودكت ده اساسي جدا في فصل الصيف. واخر سيرم معانا كلمتكم عنه كتير قبل كده وبحبه جدا جدا، وبصوا انا مش هين عليا اخلصه، يعني من كتر ما انا بحبه جدا، بتاع تيليوفيل اللي هو الجلوينج سيرم. بجد جلوينج سيرم فعلا، يعني بيعمل جلو للبشره حلوة قوي، بينعم ويرطب البشرة حلو جدا، بتفضل معاكي كده يعني لغاية ما تغسلي وشك بشرتك مترطبة وناعمة، حلوة قوي قوي. كميته برضو 30 مللي زي بقية السيرمز، وسعره 390. طبعا سعره يعتبر عالي شوية، عشان كده انا بجيبه في العروض بتاع التيلوفيل،
بيبقى معقول جدا. مكوناته اصلا فيها المواد طبعا اللي بترطب وتنعم البشرة. في مادة السيرامايدز دي من الحاجات المهمة جدا لتجديد البشرة وتنعيم البشرة وتجديد خلايا البشرة. كمان في الهيدرولايزد كولاجين، زي الكولاجين برضو في انفينيتي هي الكولاجين اللي اتكلمنا عنه. في مادة الالانتيون، ودي برضو مادة مهمة جدا لترطيب وتنعيم البشرة. وكمان في سنتيلا اسياتيكا، زي ما لسه قايله لكم السنتيلا دي بقت حاجة اساسية في ترميم حاجز البشرة وتقوية حاجز البشرة. كمان في سنيل سكريشن اللي هو مستخلص الحلزون، وده برضو قد ايه ده بيرطب حلو جدا. فكل مكوناته تحفة وتأثيره فعلا حلو، يعني بصراحة يستاهل كل جنيه. من اكتر السيرومز اللي حبيتها جدا في سيرومز الهيالورونيك اسيد، وده اديله 1,000,000/10. بس كده يا حلوين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه، واكتبوا لي تحت في الكومنت لو كنتوا جربتوا حاجه منهم، اكتبوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم. تابعوني على السوشيال ميديا، هحط لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.